السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، اليوم غادي نشارك معكم. كتلاحظوا من على الشاشة شباكية اللي كتجي رائعة، الشكل والمنظر والمذاق البنات. اللهم بارك اللهم بارك. مغاديش نطول عليكم، خليكم معايا ونبداو الطريقة المقررة على بركة الله وفرجة ممتعة. هنا غنبداو الطريقة ديالنا. عندي هنا البيض، عندي النافع، القرفة، حبة حلاوة، الججلان أو السمسم، الزبدة والزيت، الخل. غادي نقول لكم المقادير ملي غنبدا نصبو في نفس الوقت. الكوزه عندي هنايا، الماء الزهر. هنا في القصريه ديالي عندي كيلو وربع ديال الدقيق، بطبيعه الحال مغربل، و كتلاحظوا هنايا كيلو وربع. عندي معلقه صغيره ديال الملحه، عندي هنايا كاس كبير ديال الججلان، عفوا هنا 300 غرام ديال اللوز اللي انا حمرته واحد شويه وطحنته بالقشره ديالو حتى كيولي بحال الزبده، اللي كيساعدنا هذا باش العجين ديالنا ما كنحتاجوش الزيت بزاف. هنا كاس كبير ديال الجلجلان، لان انا هنا بغيتها ديال اللوز ماشي ديال الجلجلان، درت كاس كبير ديال الجلجلان. صافي حتى هو كدا مثال طحناه من بعد ما تكونوا نقيناه وغسلناه. نتوما كتعرفوا الطريقه كيفاش دايره. هنا عندي 2 معالق ديال حبه حلاوه، وهنا عندي معلقه ديال القرفه كبيره، وعندي هنايا 2 معالق ديال النافع. هنا عندي معلقه صغيره، تقريبا نص او معلقه صغيره اللي ديال المسكه الحره اللي مدقوقه مع الدقيق. هنايا الزعفران، خديت هنا نص كاس ديال الخل ونص كاس ديال الماء ديال الزهر. كنوضعوا فيه داك الزعفران حتى كيطلق. هنايا واحد شويه ديال الكوزه اللي وضعته، 2 بيضات، كاس، هنا كاس ديال الزبده مخلط بزيت المائده. هنايا كاس ديال الخل اللي انا درت الخل والزهر، 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، الزعفران كنصفوه وكنبداو نعجنو. هنا صافي غادي نخلط الخليط ديالي كامل كيف كتلاحظوا. هنايا غادي نخلطهم باليد ديالي حتى غتجمع لي العجين ديالي، وغادي نشوف شحال تاع الماء اللي غادي خاصني. طبعا الحال كتشوفوا هذاك الزيت اللي درنا واللوز اللي طحنا والججله اللي طحنا تيعاونوا في العجين تيتجمع بلا ما كنحتاجو زيت كتير. هاد الشباكيه البنات اش غنقول لكم، كتجي رائعه، كتجي لذيذه. الهدف ديالنا حنا هو ان الشباكيه كدار كلشي كيعرف يديرها، ولكن الهدف ديالنا هي ان الحاجه تجي لذيذه وكتجي الشكل والمنظر ديالها. اللهم بارك اللهم بارك. غادي نستمر على هذه الطريقه. غادي ناخذ كاس اللي نعبرت به الخل والماء ديال الزهر، هو اللي غادي نعبر به. هنا داكشي اللي بقى ديال الزعفران وضعت فيه الماء حتى طلق لي اللون وبديت كنعجن به. هنا خدا ليا كاس وربع ديال الماء، كاس اللي عبرت به الخل عفوا والماء ديال الزهر هو اللي عبرت به الماء. صافي كنشوفوا العجين ديالنا ما خصهاش تكون قاصحه اللي غتعذبنا، وما خصهاش تكون مطلوقه باش الشباكيه ديالنا كتجينا شيشه. الا كانت العجينه مطلوقه بزاف الشباكيه ديالنا غتجينا قاصحه، كانت ثقيل قاصحه بزاف غادي تعذبنا في التصاوب. صافي هنايا وضعت نص كاس زدت ديال الماء، وغادي نجمع العجين ديالي وغادي ندلكها مزيان. الا عندكم العجانه ديروها، ما عندكمش العجانه فدلكوها بيديكم. صافي انا وضعت العجين ديالي قسمته على 2 ودلكته. كيف كتلاحظوا هنايا العجينه ديالنا مقاصحه ما مطلوقه عاديه، قسمتها وغادي نوضعها في كيس حتى ما غاديش نخليها حتى تطلق، لان دابا غادي نبدا نورقها وغادي نصوبها. صافي نديرها على سطح العمل، كنورقها كيف كتعرفوا الطريقه كاملين كتعرفوها. كنطول العجين على 4 الخطرات وعاوتاني كنطوها على 4 أو 3، وكنوضعها في الكيس اللي غادي باش ترتاح ليا شويه، وكنبدا نشكلها على الشكل اللي بغيت انا ديال الشباكيه ديالي.
صافي انا غادي نستمر على هذه الطريقه وغادي ندوزو للطريقه ديال التشباك اللي غادي نوريكم. هي طريقه سهله، الطريقه اللي معتمده عندي، اللي كتجي الشكل والمنظر ديال هاد الناس اللهم بارك اللهم بارك. كناخذ العجين ديالي كنبسطها على سطح العمل. هنايا ما بينتلكوش، هنا عندي الورقه ووضعتها الورقه درتها على النمره 5. فانتم تشوفوا على حسب بغيتوها غليظه ولا رقيقه. هنا درتها رقيقه بزاف، فكتعجبني تكون رقيقه وكتجي مقرمشه وكتجي الشكل ديالها والمنظر ديالها مغايره على ديال الاسواق. صافي غادي نستمر على الطريقه هانتوما غتشوفوا وغادي نبدا نشبكها. التشباك اللي كيجي ساهل كنوضع 5 الاشرطه، 3 كنوضعهم في يديا، كناخذ واحد ونطلق واحد حتى كيبقاو 3 في يديا الفوق وجوج لتحت، وكنبدا كنقلب شريط فوق شريط فوق شريط. كتجي الشكل ديالها بحال الوريضه، والشكل ديالها المنظر ديالها كيجي البنات رائع. راه هي كتبان لكم هنا كبيره ولكن انا درتها صغيره. كتجي المنظر ديالها والشكل ديالها كتجي حلوه البنات. غادي نستمر على الطريقه، غادي نوريكم الطريقه الثانيه، عفوا غنوريكم مره اخرى باش تشوفوا مزيان. شوفوا ما شاء الله كتجي حليوه، كتجي اش غنقول لكم اللهم بارك. انتم غادي نعاود معكم المره الثانيه. تبعوا الطريقه البنات غتجيكم سهله وغتولي معتمده عندكم، ماشي زعما صعيبه. انا حيت اعتمدت عليها دائما كنديرها كتجيني دغيا زعما كنصوبها. فانا هنا درتها لكم باش نسرع لكم الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالها. شوفوا البنات، شوفوا اللهم بارك كتجي روعه روعه. من بعد ملي كنصوبوها كنحيدو داك الفائض ديال الجناب، كنحيدو باش كتبقى هكا زوينه متيوله. واللي بغى يخلي داك الفائض يخلي، انا ما تعجبنيش، كنبغيها دائما تكون هكا محيدقه كتجي زوينه. غادي نستمر على الطريقه حتى غادي نكمل الشباكيه ديالي. هانتوما تشوفوا باش غادي نخليكم مع الفيديو، والفيديو كشرح راسو براسو. من بعد نتلاقاو. هنايا من بعد ما كملتها كنخليها حتى كتنشف. فانا من العاده ديالي كنخليها حتى النهار الاخر عاد تنقليها باش ما كتكسرش. صافي خليتها حتى اليوم الثاني وبديت كنقلي فيها. الزيت بطبيعه الحال كتعرفوا كاملين كيف كتقلوا. الزيت كيكون سخون. من بعد ملي كنديروها في المقله كنبقاو نقصوا المقله باش ما تحرقش لينا العجين ديالنا او الشباكيه ديالنا، لا سيما وهي رقيقه بزاف غادي تحرق لينا. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نكمل الشباكيه ديالي. ما غاديش نطول لان كلشي كيعرف يقلي، كلشي كتعرفوها. متكملوا غادي تطفوها في العسل وتخليها تسقطر وتزينوها ديك الساعه باش ما بتزينوها. كيجي الشكل والمنظر البنات، اللون ديالها شوفوا ما شاء الله، شوفوا اللون كيف جا اللهم بارك اللهم بارك. غادي نبقى نشكر لكم البنات، ولكن صدقوني كتجي لذيذه بزاف بهاد اللوز اللي درتها، كتجي رائعه. فبطبيعه الحال الا باش ديروا اللوز كديروا ججلان في بلاصه اللوز. الكميه اللي غديروا ديال هذا غديروها ديال اللوز، غديروا كيسان ديال الججلان في بلاصه اللوز. صافي غادي نستمر على الطريقه. شوفوا ما شاء الله، شوفوا المنظر هنا ملي كملنا. وهنا البنات من بعد ما طيبناها بطبيعه الحال سقطرت من العسل، حطيتها هنا في الطبق ديال التقديم، زينتها هنا بالسمسم او ججلان، رقائق ديال اللوز باش كتميز ما بين العاديه او ديال اللوز. التزيين كيبقى على حسب كل واحد والرغبه ديالو، وكنقدموها بالصحه والراحه. وكان هذا هو نهايه الفيديو اللي حضرت معكم اليوم ديال الشباكيه ديال اللوز اللي كتجي رائعه الشكل والمنظر والمذاق البنات اللهم بارك اللهم بارك. كنتمنى لكم رمضان كريم، وكنتمنى نكون ما طولش عليكم في هذا الفيديو، ونكون خفيفه على قلوبكم. والى فرصه قادمه ان شاء الله، في امان الله، مع السلامه.